داخلين بقى الدراسة وما عندناش وقت نعمل أكل بقى ودروس ومدارس وموظفة ومش عارفة تعملي أكل إزاي، عايزة تفتحي مشروع من البيت ومش عارفة تبدأي إزاي. في الفيديو ده هجاوبكوا على كل الأسئلة دي. تعالي بقى أوريكي هنعمل إزاي الشيش طاووق. أنا بستخدم بقى ميكس بين الصدور وبين الوراك، بكون غسلاهم كويس جدا ومصفياهم مفهومش ولا نقطة مية، وأبدأ أقطع الصدور مكعبات وأقطع كده الوراك مكعبات بالشكل ده. وهجيب بقى بولة وهنزل فيها بكوباية من الزبادي، وعندنا كنور عاملة لنا بهارات الشيش طاووق، وهنزل كده بالبهارات وهدوبها ومعلقة من البابريكا المدخنة. وانزلي بقى بالصدور واللي في الخليط ده، غطيه بقى بستريتش راب كده وابدأي سيبيه نص ساعة بالظبط. تكوني محضرة بقى الخضار بتاعك بصل وفلفل ألوان، وهنبدأ نقطعهم كده مكعبات بالشكل ده. البصلة بقى بقسمها على 4 وابدأ أفصصها كل كده فص لوحده، والفلفل الأخضر برضو قطعته مكعبات، وبكده الخضار بتاعي جاهز. عصيان الشيش طاووق لازم أكون أقعاها في مية سخنة. عندك بقى العلب، ببدأ كده أحط الشيش طاووق والخضار، وده طريقة الخضار بالشيش طاووق على الطاسة. الطريقة التانية بجيب العصيان بتاعت الشيش طاووق وأحط بقى البصل وبعد كده الفلفل الألوان وأحط الشيش طاووق، وأمشي بقى كده تدريجيا بنفس التكنيك، وهخلص الكمية بالشكل ده وهغلف الطبق بتاعي، وبكده يبقى الشيش طاووق بتاعي جاهز. يبقى كده عملنا وصفتين، عندك شيش طاووق طاسة وشيش طاووق اللي احنا عاملينه في العصيان بتاعت الشيش طاووق. طاسة بقى وجريلا سخنة، وانزلي بقى بالشيش على نار متوسطة وتغطيه كده وسيبيه يستوي. قدمي بقى جنب رز أبيض، وكده تبقى عملتي أحلى وجبة غدا في ثواني وفي 10 دقايق. الوصفة التانية بتاعتنا عبارة عن الكبة، وهجيب بصل وفلفل ألوان وهبدأ ان انا افرمهم كده فرم متوسط. وعندنا بقى بانيه، انا كده هنا كنت غسلاه كويس ومصفياه وحطيت عليه كيس من بهارات الكفته ومعلقه من البابريكا المدخنه، وفرمتهم كويس جدا في الكبه. وهبدأ كده اعمل كفته بطريقه سهله خالص. هبل ايدي زيت وهبدأ ان انا اصبعها كده او اعمليها كفته بصوابع. انا هنا عملتها شكل بيضاوي، وبظهر السكينه بدأت اعمل تجزيعات فيها بالشكل ده. طبق بقى فويل وكيس تلاجة، وانزلي حطي بقى الطبقة الأولانية، وبين كل طبقة وطبقة بحط كيس تلاجة عشان ما يلزقش مع بعض. بغلفه بقى بستريتش راب، وبتبقى كده عندي طبق كفتة جاهز. الوصفة التالتة معانا دي الموز بتاعة الفراخ، وعندنا بصل وفلفل ألوان مفرومين. بنزل بقى بالبصل بفرمه الأول، وبعد كده أنزل بالموز بتاعة الفراخ، وأنزل عليها بكيس من بهارات الحواوشي. بس كده وعملتي مع بعض كده كيس حواوشي، يبقى الأكلة التالتة معانا بقت جاهزة معانا وسهلة وبسيطة. هتطلعي بقى على طول من الفريزر وتجيبي عيش بلدي، وهتحطي بقى الحشوة بتاعتك، وعندك بقى طاسة سخنة ومعلقة زيت تاخد لونين كده على نار هادية جنب مخلل كده وتجنن. الوصفة معانا بقى الرابعة، هنعمل بقى الشاورما. بولة بقى وكوباية من الزبادي، كيس من بهارات الشاورما، ومعلقة من الزيت، وعندنا معلقة من البابريكا المدخنة. هنقلب بقى كل الكلام ده كويس، وهنزل بقى بالفراخ اللي احنا غاسلينها ومقطعينها شرايح رفيعة بالشكل ده. هنقلبها بقى في الخليط بالشكل ده، واحطه بقى في علب تلاجة وهقفل عليها، وبكده عندي بتكون الوجبة الرابعة جاهزة. الوجبة بقى الخامسة هي عبارة عن شاورمة اللحمة. عندنا بقى شاورما متقطعة شرايح، بولة بقى وكوباية من الزبادي وبهارات من الشاورما، وهقلب بقى كل الكلام ده كويس، معلقة من الزيت ومعلقة من البابريكا المدخنة. عرفتي التكنيك؟ انزلي بقى بالشاورما على الخليط اللي احنا عملناه وقلبيه كويس جدا، وعلبة تلاجة، وحطي بقى الشاورما بتاعتك وغطيها كده وحطيها في التلاجة. اي خضار بقى بتاع الشاورما لازم تكون فريش. الوصفة السادسة معانا هي كفتة اللحمة. عندنا لحمة مفرومة وبصلتين، وعندنا بقدونس، وخدت الورق بس ما خدتش العيدان. فرمتهم الاول في الكبة، وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة، حطيت عليها بقى كيس من بهارات الكفتة من كنور، وعندنا معلقة من البابريكا المدخنة، وسمغي بقى كل الكلام ده في الكبة لحد ما يظهر لها خيوط بالشكل ده. وبعد كده حطيتهم في بولة، ودهني بقى ايدك كده مادة دهنية زيت يعني، وابدأي سمغي بقى الكفتة بتاعتك. هناخد بقى كورة كورة كده واعملها على شكل بيضاوي، وبظهر السكينة هعمل تجزيعات. طبق بقى فويل كده، وهحط كيس تلاجة، وبين كل طبقة وطبقة كيس تلاجة. الطريقة التانية تقدري برضو تسمغيها على المسنة او على عصيان الشيش طاووق بالشكل ده، كأنك بتعملي كفتة الحاتي بالظبط. الطريقة اللي تعجبك اعمليها. انت كده عملتي طريقتين بطريقة مختلفة. عملنا مع بعض وصفات كتير، ويا رب تكون وصفاتنا النهاردة عجبتكم، واكون قدرت اجاوبكم على كل الاسئلة اللي انتوا بتسألوها لي. ولو عجبك الفيديو لايك وشير. باي باي.